السلام عليكم أصدقاء شير السينما في حلقة جديدة. وفي حلقتنا النهاردة قررنا نتكلم عن موضوع جايز محدش اتكلم فيه كتير، وهو دور الدولة في الإنتاج اللي اختفى تماما. في وقت من الأوقات كانت الدولة عندها قطاع كبير جدا وله ميزانية ضخمة اسمه قطاع الإنتاج، وكان موجود بقوة في الوقت ده، واللي كان بينتج أفلام بتسمى الأفلام التلفزيونية، وكانت بتنزل على التلفزيون مباشرة بجانب الأفلام التجارية. وعلى فكرة الافلام دي كان بيشارك فيها نجوم تقال جدا، وسنه بسنه الافلام دي وقطاع الانتاج نفسه اختفى وبقى لا بينتج افلام ولا حتى مسلسلات. وانا حبيت في الحلقه دي ان اجيب لكم 10 من الافلام الجميله اللي انتجتها الدوله وقطاع الانتاج. ومن غير كلام كتير كالعاده بسرعه نبتدي حلقتنا. ونبدأ بفيلم محاكمة علي بابا اللي تم إنتاجه سنة 87، والبطولة كانت ليحيى الفخراني وإسعاد يونس. الفيلم في الأساس فكرته كانت بتتكلم عن طفل في الحضانة كان بيتناقش مع المعلمة بتاعته عن قصة علي بابا والأربعين حرامي الشهيرة، واللي كان شايف من وجهة نظره كطفل في وقتها إن علي بابا يعتبر حرامي زيه زيهم، لأنه برضه وافق ياخد فلوس مش بتاعته. فكرة لطيفة ومناقشة جميلة صاغها الكاتب أحمد رجب بحرفية. والفكرة تطورت فيما بعد مع دخول الأب والأم للمشهد ومحاولة إقناع ابنهم ببراءة علي بابا، ولكن مع الوقت بيقتنعوا هم بفكرته. وتاني فيلم معانا هو فيلم آدم بدون غطاء إنتاج سنة 90، واللي كان بطولة محمد صبحي ونيلي. الفيلم يعتبر فكرة جديدة وغريبة عن السينما المصرية في الوقت ده. الفكرة ببساطة بتتكلم عن آدم اللي كان دايما بيحلم بشكل مستمر إنه عايش في عزلة عن العالم، وبيتحقق له ده فعلا لما مرة من المرات كان مسافر، ولما بينزل من الطيارة ما بيلاقيش ولا حد في البلد، وبيلاقي الناس كلها اختفت، وبيبقى مضطر إنه يواجه ده لوحده هو والمضيفة اللي كانت معاه في الطيارة. بصراحة فيلم ممتع وفكرة كانت سابقة لأوانها. والفيلم اللي معانا دلوقتي هو الطريق إلى إيلات إنتاج سنة 94. البطولة لأكتر من نجم على رأسهم عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي وصلاح ذو الفقار ومدلين طبر. والقصة المعروفة طبعا عن مهمة عدد من أفراد الضفادع البشرية التابعين للقوات البحرية بتفجير السفينتين الحربيتين بيتيم وبيت شفع، وكمان تفجير الميناء الحربي إيلات، والصعوبات الجسيمة اللي واجهوها من خلال تنفيذ مهمتهم اللي كانت ملزمة بالسرية الشديدة. أسياخ في البحر، وحوش في البر، شياطين في الجو، بحرية 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 بحرية. بصراحة كانت مغامرة جميلة سردها الكاتب الرائع فايز غالي، وقدمتها على الشاشة المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي. ونروح بعد كده لفيلم فوزية البرجوازية إنتاج سنة 85، واللي كانت بطولة النجوم صلاح السعدني وإسعاد يونس وأبو بكر عزت، واللي كان بيتناول بطابع كوميدي خفيف الصراع ما بين التيارات السياسية المتعددة من خلال حارة شعبية أغلب سكانها من البسطاء، ومن خلال ده ناقش عدة قضايا منها الفقر والفساد والجهل. وكل ده كان بسبب خلاف دار ما بين بدار الحلاق وجاره الأستاذ عبد الواحد، نتج عنه خلاف فكري وسياسي ما بين أفراد الحارة كلهم. فيلم ممتع وجميل وأنصح بشدة كل اللي ما شافوش إن هو يشوفه بسرعة. ونروح سريعا لخامس فيلم معانا هو فيلم لصوص 5 نجوم إنتاج سنة 93، والبطولة كانت لكل من مصطفى فهمي ودلال عبد العزيز وأبو بكر عزت، ومعاهم النجم صلاح ذو الفقار. والقصة بتتكلم عن شكري المستشار القانوني لأحد البنوك الكبرى، واللي كان بيخطط مع يوسف صديقه للاستيلاء على أموال البنك من خلال لبنى سكرتيرة المدير. ولكن فيما بعد خططهم بتدخل في أكتر من مواجهة خطيرة لما بتعرف لبنى بنية يوسف اللي بيخدعها، وبتبلغ عنه الشرطة قبل هروبه بالأموال، وبتتوالى الأحداث. ودلوقتي نوصل مع فيلم أنا لا أكذب ولكني أتجمل إنتاج سنة 81، والبطولة كانت للنجم أحمد زكي ومعاه آثار الحكيم. والقصة بتدور عن إبراهيم الطالب الجامعي اللي بتجمعه قصة حب مع زميلته خيرية، واللي كان بيحاول يخفي مستواه الاجتماعي البسيط بكل الطرق، وكان دايما بيظهر بمستوى أعلى بشكل مستمر. ولكن مع الوقت كل ده بينكشف على إيد زميله هاني اللي كان بينافسه على حب خيرية، وبتتوالى الأحداث. قصة كانت جميلة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وقدمها على الشاشة الرائع إبراهيم الشقنطيري. ومع سابع أفلامنا وفيلم السرعة لا تزيد عن صفر
إنتاج سنة 92. البطولة كانت لأحمد بدير وعبلة كامل. القصة ببساطة كانت بتدور عن راجل وزوجته كانوا بيحلموا بشراء عربية تغنيهم عن استخدام وسائل المواصلات العادية، ولكنهم كانوا كل ما بيحوشوا مبلغ بيتفاجئوا بأن أسعار العربيات ارتفعت، ومع الوقت بيضطر الزوج للسفر للعمل في إحدى الدول علشان يقدر يحوش مبلغ مناسب، ولكن مع رجوعه بيصطدم بأسعار الجمارك، وكل ده بيدور في مفارقات كوميدية خفيفة. وسريعا نوصل لفيلم أيوب إنتاج سنة 83، والبطولة كانت للنجوم عمر الشريف وفؤاد المهندس ومديح يسري والفنان القدير محمود المليجي. والقصة بتدور عن رجل الأعمال عبد الحميد السكري اللي بيصاب بالشلل بعد معرفته بخسارة أحد مشاريعه واللي كان حاطط فيها جزء كبير من ثروته، وبيعرض عليه صديقه جلال إنه يكتب مذكراته ويحاول يذكر فيها إنه إزاي بدأ من الصفر لحد ما كون ثروته دي وإيه الطرق اللي اتبعها خلال مشواره. ولكنه بيلاقي أكتر من تهديد بيجيله من شخصيات تم ذكرها في مذكراته بيحذروه من عدم النشر، وبتتوالى الأحداث وبنتفاجئ بأكتر من مفاجأة. قصة جميلة للأديب الكبير نجيب محفوظ وقدمها لنا المخرج الرائع هاني لاشين. وهنتكلم دلوقتي عن فيلم المراكبي إنتاج سنة 95، والبطولة كانت لصلاح السعدني ومعالي زايد وممدوح وافي. بتبدأ المشاكل تدخل حياة أحمد المراكبي البسيط لما بيفكر انه يدخل ابنه المدرسة، فبيكتشف انه لا يملك اي ورقة رسمية من الدولة، لا بطاقة ولا شهادة ميلاد لابنه. ومن هنا بيدخل في دوامة من المفارقات الكوميدية اثناء استخراجه الاوراق الرسمية من السجل المدني للمحكمة العسكرية للكشوف الطبية، وبتاخدنا الاحداث لاكتر من مفاجأة كوميدية. وبنختم قيمتنا بفيلم الوزير جاي انتاج سنة 86، البطولة لكل من صلاح أبيل وحيد سيف وأسامة عباس، وبتتناول القصة الفساد الإداري من خلال أحداث كوميدية لما بتستعد أحد المصالح الحكومية لاستقبال السيد الوزير، لكنهم أثناء التجهيز بيتفاجئوا بأكتر من موظف غايب، منهم اللي في أجازة ومنهم اللي توفى لكنه لم يثبت على الورق ولم يستبدل معاشه، فعندهم في الكشوفات بيعتبر غايب، فبيضطروا انهم يستبدلوهم بكومبارسات من السينما لتفادي الموقف. وبتتوالى الاحداث الكوميديه. يا صاحب السعادة الوزير الهمام، يا مخلص في عملك وراجل تمام، أقدم لك كل شوق واحترام. ايه يا قدم دي؟ تقدم لوحدك؟ نقدم كلنا. وبكده تكون خلصت حلقتنا، وارجو لو الحلقه عجبتكم يا ريت لو تشتركوا في القناه، ويا ريت كمان لو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود اسفل خانه الوصف، ويا ريت كمان لو تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد باستمرار، وما تنسوش انكم تدعمونا بلايك وبشير، واستنونا في حلقه جديده من شريط سينما.